سابل. يتعلم مسلم من صيام شهر رمضان سابل على الطاعة وتتعدى سابل عن المعاصي، فهو يصبر على أداء عبادات في أوقاتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سأتحدث عن رمضان، تعريفه وفوائده، وتتعرض عن أسماء لطول عشر الأوائل ووسط وأواخر رمضان. على بركة الله، سأتحدث الآن عن تعريف رمضان. على بركة الله، شهر رمضان هو شهر تاسع في تقويم سنة هجرية، يأتي بعد شهر شعبان مباشرا، ويتم استطلاع هلاله في موعد ثابت من كل عام يوم 29 شعبان، وتكون عدده أي مدتها إما 29 يوما أو 30 يوما كباقي شهور سنة هجرية. ولشهر رمضان مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهو شهر الصيام الذي يعود أحد أركان الإسلام. يبدأ صيام شهر رمضان من أول أيامه حتى آخرها، وفيه يمتنع الصائم عن أكل عن طعام وشراب وباقي مبطلات الصوم من وقت طلوع الفجر وحتى موعد غروب الشمس. وتتضح جميع مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام في كل يوم من أيام شهر الكريم من خلال إمساكية رمضان، والتي تختلف من دولة لأخرى بل ومن محافظة إلى أخرى والاختلاف المواقيت فيها. يرتبط شهر رمضان أيضا بعديد من شعائر دينية مثل صلاة التراويح وإخراج الصدقات واعتكاف في مساجد في عشر الأواخر منه، ونحن الآن فيها، وإتدال من قراءة القرآن. وفيه يتعلم مسلمون صبر وحكمة وحلم من باب تعظيم شعائر الله وطمعا في نيل الثواب وتعرض لنفحات ولحمات موجودة في شهر رمضان مذكورة في القرآن الكريم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الآن سأتحدث عن فوائد شهر رمضان، وهي تتضح فوائد شهر رمضان فيما يصل إليه المسلم من صيامه تتضح. أولا، صبر. يتعلم مسلم من صيام شهر رمضان صبر على الطاعة وتتعدى صبر عن المعاصي، فهو يصبر على أداء عبادات في أوقاتها، كما يصبر على مخالفة هوى النفس ومقاومة الشيطان ومفاتن الدنيا. ثاني فائدة، تشديد الإيمان. استكمالا لتعريف شهر رمضان وتوضيح ما سبب صيام شهر رمضان، فرض الله على المؤمنين صيام لمدة شهر واحد لتكون شحنة إيمانية يتزود بها مسلم طوال شهور عام، فتسمو روحه ويلتقي ويتحلى بأفضل الأخلاق قائمة على صبر وتقوى. ثالث فائدة، حفاظ على صحة البدن. توصل كثير من الأطباء إلى فوائد الصيام في محافظة على صحة البدن،
وشفائه من ترتيل من أمراض. فامتناع عن طعام وشراب يؤثر على مستوى الدهون فيؤدي إلى انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم، ما يقلل فرص إصابة بأمراض قلب وشرايين. كما أن الصيام ينظف الجسم من سموم ضالة ويعزز صحة نفسية وحالة مزاجية وفقا للدراسات الطبية التي تناولت فوائد الصيام. رابع فائدة: الإرسال والتلاحم. تتسلى حكمة الله عز وجل في فرض الصيام في شهر رمضان على المؤمنين أيضا، حتى يشعر مسلم بفقراء ومحتاجين ويسارع في إحسان إليهم بإخلاص صدقات وزكاة الصيام. فافتقاد نعمة تناول طعام مدة الصيام سيجعل مسلم يشعر بما يفتقدها طوال العام وليس في الشهر رمضان فقط. خامس فائدة وهي تحقيق المساواة. صيام شهر رمضان فيه مساواة لجميع أفراد أمة إسلامية، فلا فرق بينهم للغني عن فقير إلا بالتقوى وتحقيق صيام على أكمل وجه حتى يساس به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلى صيام فإنه لي وأنا أساسي به، وصيام سنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فليلفظ ولا يسخب، فإن سبه أحد أو قال إني أمر صائم، ولكن نفس محمد بيده الخلوف، فم الصائم أطيب عند الله من لحي مسك. للصائم فرحتان يفلحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الآن سأتحدث عن آخر محور من محاور هذا الفيديو: أسماء دول عزائر في شهر رمضان. 10 أوائل من رمضان تمتلك مكانة خاصة جدا، ولها تأثير من الروحانيات التي تأتي متوافقة مع حلول شهر رمضان الكريم، ولها تأثير من الفضائل التي تتمثل في كون سيئة فيها مخلولة. يضاعف الله في 10 أوائل من شهر رمضان حسنات للمسلمين، كما أنه يغفر من سلته وذنوبه ويرحمهم برحمته واسعة التي وسعت طول الشيء. وتستمد هذه الأيام اسمها من فضلها، بحيث تسمى 10 أوائل من رمضان أيام رحمة. 10 وسطى من شهر رمضان. كانت 10 وسطى من شهر رمضان كريم مدللة بالنصر، حيث نزل الله نبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر التي كانت في يوم 17 من شهر رمضان. وتمتلك 10 وسطى من شهر رمضان كثير من الفضائل التي تتمثل في أن الله يغفر للمسلمين في هذه الأيام ذنوبهم ويسامح صلاتهم ويعفو عن أخطائهم، ولهذا تسمى 10 وسطى من شهر بأيام غفران. 10 أواخر في شهر رمضان. فضائل التي تمتلكها 10 أواخر من رمضان تفوق فضائل التي تمتلكها باقي أيام شهر رمضان.
حيث يتم في هذه الأيام تحصيل خيرات وأصول. وفي هذه أيام تحل ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وهي ليلة التي تنزل فيه القرآن الكريم. من أهم فضائل التي تمتلكها 10 الأواخر من رمضان أن الله يعتق فيها المسلمين من النار ويناسهم من عذاب ناتج عن الذنوب التي قاموا بارتكابها، وهكذا يكونوا مستحقين لدخول الجنة. تسمى 10 الأواخر من شهر رمضان بأيام عتق من النار. وانتهى وتم بخير، وتصبحون على خير يا متابعين.